وسوريا على شفا جرف هار. ولكن نحن سوف نعلم الدنيا أن الشعب السوري لا يمكن أن يقهر. تمرس على القتال، تمرس على الجهاد، تمرس على حب الاستشهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولكن أيها الأحباب، هناك 3 نقاط لا بد من التنويه فيها. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يكون في أمر صعب وحينما يكون العدو كثيرا كان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. في غزوة بدر الليل كله ما نام سيدنا النبي وهو قائم يدعو الله بالنصر، وبقي على هذه الحال حتى جاء النصر. وأنا أوجه كلامي إلى حكومتنا، والله لن تنفعنا أمريكا ولن تنفعنا فرنسا ولا روسيا ولا أي دولة من دول العالم إذا تخلينا عن مبدأنا الأساسي وهو التمسك بحق الله المتين. ربنا دعانا أن نتمسك بحق الله المتين. لماذا نلجأ إليهم وهم ضمن الدائرة الربانية؟ ولذلك علينا دائما وأبدا أن نتمسك بحق الله المتين. الأمر الآخر أيها الأحباب، الإنسان ينبغي أن يعرف عدوه. الدروز عبر التاريخ معروفون بأنهم غدارون. بعدين بدي يقولوا أنت طائفي؟ نعم طائفي، قتلنا بالطائفية، ذبحنا بالطائفية، هجرنا بالطائفية، دمرت بلادنا باسم الطائفية العلوية، وهكذا كذلك. فالدروز عبر التاريخ معروفون بأنهم غدارون. الكبارية في عندهم مثل بيقولوا دائما كون عند الدرزي ونام عند المسيحي. يعني الدرزي ايش؟ غدار، لا تنام عنده. غدارون الدروز. ولذلك رئيس سوريا في سنة 54 أو 45 قال احذروا من الدروز من هذين الجبلين، وكان يضربهم بالطائرات في الليل. حذرنا منهم. هدول جماعة الدروز غدارين يا اخوانا. ولذلك وقعنا نحن فعلا في فخ حينما دخلت قواتنا الى سويدا وغدروا بهم وقاموا هناك بمذبحة كبيرة. بعد ذلك ربما ان امريكا، والله امريكا اعدى عدو الاسلام امريكا، ربما ضحكت علينا مثل ما ضحكت زمان على صدام حسين. لعن قالوا له بشاف الكويت قالت له امريكا وبريطانيا نحن ما لنا دخل، بدك ترزي بدك تاخذ الكويت ما لنا دخل في الموضوع. ووقع في الشراك ودمرت العراق، والعراق لا زالت حتى الان مدمره. يا اخي اعداؤنا لا يريدون لنا خير، لا امريكا ولا روسيا، ولا ينبغي الاعتماد عليهم ابدا. ثم بعد ذلك الان يجب ان يعذب الدروز. نحن صرخنا، طلعت مقطعنا واستنجدت القبائل والعشائر ان هبوا لنصرة اخوانكم البدو الذين يذبحون. والله طفل صغير قطعوا راسه، هدول جماعة الهجري، طفل قطعوا راسه. وهبت القبائل من كل المدن السورية. نحن هون في اعزاز كذلك بالامس بالليل الساعة 1-2 من كل الطوائف خرجوا بركض كبير جدا، وقد توجهوا الى مدينة السويداء لنصرة اخوانهم. هذول جبناء وسوف يؤدبون باذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك ايها الاخوة الاحبة، ان نصر الله قادم باذن الله، وما علينا الا ان نتوكل على الله سبحانه وتعالى وان نكون صفا واحدا، وادعو الحكومة ان ترعى مصالح شعبها وان تكون مع شعبها، وان الله لناصرها، والحمد لله رب العالمين.